أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل تسجيل سورة الرعد بالقراءات العشر المتواترة وبتحريرات كتاب فتح القدير، ونأخذ هذه المرة من الآية رقم 6 إلى الآية رقم 6 و7، آية نمبر 6 and 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. فيها من القراءات قوله تعالى: ولكل قوم هاد. وفيها من القراءات قوله تعالى: ولكل قوم هاد. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة في باب الوقف على أواخر الكلم: وقف بهاد باق بالياء لمك مع وال واق. يعني يقف ابن كثير وحده بالياء على هاد هكذا: ولكل قوم هادي. وفيها قوله تعالى: من قبله المثلات. قرأ البصريان بكسر الهاء والميم: من قبله مثلات. وقرأ شفا حمزة والكسائي وخلف: من قبله المثلات بضم الهاء والميم. وقرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم: من قبلهم المثلات. وهذه فقرة سهلة نسبيا، نقرأها بقراءة حفص لنرى ما فيها من قراءات متواترة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. هنا كسر الهاء والميم أبو عمرو ويعقوب قبله ميل، وضمهما شفا قبله مول. وإن ربك لذو مغفرة ترقيق للناس إمالة لدور أبو عمرو بخلاف عنه. للناس على ظلمهم صلة على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. عليه صلة لابن كثير، آية بدل للأزرق من ربه. إنما أنت منذر ترقيق منذر ترقيق وقفا للجميع، ووصلا منذرون ترقيق للأزرق. إنما أنت منذر وترك الغنى لخلف عن حمزة. ولكل قوم هاد ابن كثير بالياء، وقف بهاد باق بالياء لمك مع وال واق. ولكل قوم هادي. وكل قوم هادي بالياء للمكي ابن كثير. ثم نعود للأزرق. أزرق على طول البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما
ولكل قوم هاد. أزرق على توسط البدل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أزرق على قصر البدل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. العارض للسكون. يأتي دور الأصبهاني وحفص وقالون وابن عامر سواء لن نقرأها. يأتي دور قالون وأبو جعفر على قصر المنفصل وصلة ميم الجمع. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ابن كثير. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. أبو عمرو ويعقوب معا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دوري أبو عمرو على إمالة الناس. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يأتي دور الخلف عن حمزة مع خلاد لأن في موضع واحد فيه ترك الغنة. إنما أنت منذر هناخدهم خلف مع خلد مع خلاد. حمزة على ترك السكت من قبله هو ضم الهاء والميم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. خلق إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد. خلاد. حمزة على سكت المد المنفصل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ده خلاد. الكسائي وخلف في اختياره ما لهمش إلا قبليه هو فقط ولهما التوسط وبذلك ختام المسك إن شاء الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم.